منذ آلاف السنين سادت حضارة مصر القديمة على ضفاف نهر النيل، حيث قامت بتطوير العديد من العلوم والتقنيات التي سبقت عصرها. بينما يعرف الجميع بالهرم الأكبر والتماثيل العظيمة، تبقى العديد من علومهم أسراراً مخفية، ربما لفهم أعمق لعالمنا الحالي. في هذا السكريبت سنتعرف على بعض هذه العلوم الفرعونية المخفية. من أبرز العلوم الفرعونية التي كانت متقدمة بشكل مذهل علم الفلك. الفراعنة لم يتقنوا فقط تحديد مواقع النجوم والكواكب، بل طوروا تقنيات لرصد الحركات السماوية بدقة عالية. على سبيل المثال، كانوا يستخدمون الساعات الشمسية لتحديد الوقت نهاراً والساعات المائية ليلاً. لقد استخدمنا الأهرامات كأدوات فلكية، حيث كانت أبعادها وتصميماتها تعكس حركات النجوم والكواكب، وكان لدينا فلكيون يراقبون السماء على مدار الساعة. الطب الفرعوني أيضاً كان ذا تقنيات متقدمة لوقتها. كان الفراعنة يعالجون الأمراض باستخدام مكونات طبيعية، وأجروا عمليات جراحية متقدمة مثل جراحة الدماغ وعمليات الكسر. بالإضافة إلى ذلك، كانت لديهم معارف واسعة في التشريح البشري، والتي استندوا إليها في فهم الجسم البشري وعلاج الأمراض. لقد تعلمنا الكثير من خلال تجاربنا مع المومياءات، ودربنا الأطباء على التعامل مع الإصابات الداخلية وحتى مع الأمراض المستعصية. من العلوم المخفية في الحضارة الفرعونية أيضاً كان علم التنجيم والروحانيات. كانت لدى الفراعنة معتقدات عميقة في التأثيرات السماوية على حياة البشر. استخدموا الأبراج والنجوم لتوجيه القرارات السياسية والدينية، وكان لديهم علاقة قوية مع الآلهة التي كانوا يعتقدون بأنها تراقب حركات النجوم. النجوم كانت رسائل من الآلهة، ونحن ككهنة كنا نترجم تلك الرسائل لنوجه الشعب، سواء في الحروب أو في الزراعة أو حتى في شؤونهم الشخصية. لا يمكن أن نتحدث عن العلوم الفرعونية دون أن نذكر الهندسة المعمارية. تعتبر الأهرامات من عجائب العالم القديم، ولكنها ليست الوحيدة. الفراعنة طوروا تقنيات بناء مذهلة، استخدموا فيها حسابات رياضية دقيقة وأدوات متقدمة لبناء الهياكل الضخمة. استخدمنا الرياضيات والهندسة لبناء الأهرامات بطريقة تسمح لها بالاستمرار آلاف السنين. نحن استخدمنا الأبعاد المثالية التي تنسجم مع الكون. أما في مجال الكتابة، فقد ابتكر الفراعنة نظام الكتابة الهيروغليفية، الذي يتكون من مجموعة من الرموز التي تمثل الكلمات والأصوات والأفكار. كان هذا النظام أساساً لتوثيق العلوم والمعرفة في سجلات معابدهم ومقابرهم. كتابة الهيروغليفية كانت وسيلتنا لنقل المعرفة عبر الأجيال. كل رمز كان يحمل معنى عميقاً، من العلوم الفلكية إلى فلسفة الحياة والموت. على الرغم من مرور آلاف السنين، لا تزال العديد من هذه العلوم الفرعونية مخفية أو غامضة. علماء العصر الحديث يحاولون فك طلاسمها من خلال الدراسات الحديثة والآثار التي تركها الفراعنة. هناك الكثير من الأسئلة التي لا تزال بلا إجابة حول تقنياتهم المتقدمة في البناء والعلاج والفلك. نحن نحاول اليوم إعادة اكتشاف هذه العلوم القديمة، لكن الكثير من المعارف الفرعونية ضاعت مع الزمن أو تم إخفاؤها لأسباب غامضة. هل كانت علوم الفراعنة متقدمة بالفعل بحيث كانت تفوق حتى ما نعرفه اليوم؟ أم أن هناك أسراراً دفنتها الرمال وأخفى الزمان عنها أعيننا؟ ما زالت رحلة اكتشاف هذه العلوم في أوجها، وما زال هناك الكثير لنتعلمه من هذه الحضارات العظيمة. النهاية.